طبعا كلنا بنحب أهلنا وكرامتهم من كرامتنا، بس السؤال اللي محدش يجرؤ يقوله بصوت عالي، هل كل اللي أهلنا علموهولنا كان صح؟ ليه بنخاف نواجه فكرة إن في أوقات أهلنا بيغلطوا، مع إن ربنا سبحانه وتعالى نفسه قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. يعني ربنا أمرنا نحترمهم، بس ما قالش إنهم معصومين. أهلنا بشر، يمكن عندهم نقص وأفكار قديمة وتجارب صعبة ممكن تكون خلتهم عندهم خوف ونقلوه لينا من غير ما يقصدوا. طيب لو بنت أو ابن قالوا إحنا اتأذينا من طريقة تربيتكم، هل ده اسمه عقوق ولا شجاعة؟ في الحقيقة العقوق إنك تجرح، إنك تهين، إنك تكسر قلبهم، لكن إنك تقول إنك اتأذيت ده مش كفر بالجميل، ده محاولة منك إنك تصلح اللي اتكسر جواه، ومحاولة إن أنت تنبههم إن الفعل ده بيأذيه. طيب ليه ساعات أهلنا بيربونا على الطاعة العمياء؟ عشان بكل بساطة كانوا شايفين إن السيطرة هي الأمان، لكن النتيجة جيل كامل مش بيعرف يقول لأ، وجيل بيمشي ورا اللي الناس عايزاه مش اللي هو عايزه. وفي الناحية التانية في أهل ادوا حرية مطلقة، وده طلع عيال تايهة مش عارفة تمسك نفسها عشان مفيش حدود ومفيش توجيه. يبقى مين اللي صح؟ اللي كاتم الحرية ولا اللي سابها تفلت؟ الحقيقة السؤال ده مش مهم، المهم هل هنعيد نفس الأخطاء مع أولادنا، ولا هنتعلم إن التربية حب بس مش تحكم، وحدود بس مش قسوة، وحرية بس مش إهمال. وفي الآخر الاعتراف إن أهلنا غلطوا ده مش تقليل منهم، بالعكس ده معناه إنهم بشر زينا، وإننا مش عايزين نكمل حلقة الألم اللي فضلت تتكرر أجيال ورا أجيال. وخليك عارف إن مش ذنبنا اللي اتزرع فينا، لكن مسؤوليتنا إننا منسيبهوش يتنقل لولادنا. سلام.